السلام عليكم. اليوم غادي نكتفيو اننا نصوبوا بيتزا بكل شيء اللي كيكون عندنا مسبق التحضير. اي لاباط كتكون عندنا ديجا مصوبينها، كنكونوا حاطينها في الثلاجه. لاصوص طوماط حتى هي مصوبينها تتكون عندنا واجده. الفرomage غابي، الفلفله تنكونوا مقطعينها طريفات صغار. بالنسبه للسوسيس كناخذوه ولا الكفته د لا داند ولا الكفته ديال الغنمي ولا اي حاجه بغيناها، الطون الاختيار تيبقى عندنا. البصله يمكننا نكونوا مقطعينها طريفات صغار ومشحرينها شويه د الزيت والملحه وشويه د الابزار، ولا تناخذوها حتى هي في الهاشوار كنكونوا مقطعينها هاشي رقيقه، كنحتفظوا بها بوحده في شي طبسيل، يعني كيكون يا مشحره يا كتكون عندنا رقيقه، فكتجينا حتى هي زوينه وسهله. بالنسبه لاباط اي العجينه ديال البيتزا ولا لاصوص ان شاء الله غادي نديروا فيديو خاص بهم. غادي ندوزو للمونتاج. اي لاباط البيتزا غادي نورقوها نديروها بيدينا. اول حاجه الفران كنسخنو مزيان على 250 درجه. ندوز ديك الساعات التبسيط اللي غادي نديرو فيه البيتزا كنديرو فوق منه بابي كويسون. ناخذوا العجينه وغادي نورقوها الا بغيناها رقيقه ولا بغيناها غليظه، كنخليوها على حسب السمك اللي بغينا. من بعد غادي ناخذوا يا الفورشيط يا هذيك الجراره اللي كتقبلنا لاباط ديال البيتزا، وغادي ندوزوها عليها بشكل مزيان باش لاباط ما كتنفخليناش. من بعد غادي ناخذوا لاصوص غادي نيطاليوها مزيان، اي غادي نوزعوها على الدائره ديال العجينه كامله. نديروها في الفران طيب لنا جهد لما العجينه غير كتنشف، اي ما كتحمرش غير كتنشف لنا لاباط كنخرجوها. نديرو ديك الساعات الغارنيتور اللي عندنا، اي الفلفله غادي نديروها حتى هي هكذا نوزعوها مزيان، البصله حتى هي، ونديرو السوسيس حيت كيبغي شويه ديال الطياب ولا الكفته ولا لا داند اللي بغينا. شويه د الفرomage حتى هو غادي نديروه وندخلوها للفران طيب جهد واحد 10 ديال الدقائق، وحنا كنردو بالنا ليها نهبطوها للرف التحتاني باش لاباط كطيب لنا من التحت ومن الفوق. الا عندنا الطون نخليوه حتى الاخر. ملي غادي نخرجوها تقريبا راها واجده صافي، غادي نديرو فوق منها الطون، نعاوتاني نزيدو فوق منها الفرomage، نديرو فرomage الاحمر ولا بغينا نزيدو معها موتزاريلا اللي كتعطينا ديك التجبيده اللي كتعجبنا دائما في البيتزا. غادي ندخلوها هذيك الساعات الفران غير واحد 2 دقائق جهد ما داك الفرomage كيذوب. الطون تيكون ديك الساعات راه ما كيبغيش الطياب بزاف، وغادي نحطوها ونقدموها بالصحه والراحه.